السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. نبدأ كده باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا ايه بقى؟ جمبري صغنون كده، غاسلينه ومصفينه وعصر عليه ليمون، ومقطعه هنا فلفل، وهنا طماطم، ومقطعه بصل. زي ما انتم شايفين حلة على النار، هنحط فيها معلقة زبدة، وهنحط عليها معلقة زيت. هنحط عليها معلقه زيت كده. ممكن في الوقت دوت انزل بالبصل لان انا اشوحه الاول. ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده. نزلت بالجمبري على معلقه الزبده والزيت، هنزل بالبصل وهنزل بالفلفل برضو. في الوقت دوت برضو انا حاطه ميه بتغلي على النار عشان لما اشوح الجمبري مع الخضار كده هنزل بالميه تكون سخنه. هنزل بالطماطم واقلبه تقلبتين كله مع بعضه. انا شلت المعلقه برضو، ما كملتش تقليب بالمعلقه، بقيت اهز الحله كده او يعني ايه، انطط الجمبري في الحله بصراحه. يعني حطيت كزبره وحطيت ورقه لورا. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. هسيبه كله يتشوح كده مع بعضه. وحطيت ملح، الملح ده حسب ذوقك انتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول ما يغلي معايا دقيقتين كده او 3، مش هيغيب معايا لان هو يعني مش كبير قوي، هطفي عليه عشان يبقى ايه، ما احس بطعم الجمبري يعني. بتغلي اشيل الريم كده زي ما انتم شايفين. وسبايسي بقى كان تحفة، اللي بيحب الحراق واللي ما بيحبش يجرب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.